عايزه اقول لكم حاجه. انا الشخص ده اكتر حاجه خوفتني في الدنيا. يعني انا شفت افلام رعب، انا الشخص ده كان بيطلع لي في احلامي. انا الراجل ده تعبني في طفولتي. كونان كان تعبني في طفولتي ليه؟ لان انا كنت بحبه قوي، ولكن كونان في الجزء الاول كان مليان حلقات مرعبه جدا. بانكاي. السلام عليكم، انا اسمي دينا، بقدم محتوى انمي. لو اول مره تشوفني كمل الفيديو للاخر، لو عجبك يا ريت تعمل لنا سبسكرايب، ولو انت من اصحابي حبايبي اللي دايما بيدعموني يا ريت ما تخرجش قبل ما تعملي لايك على الفيديو ده. حلقات كونان في الاجزاء الاولانيه لم ولن وكل الادوات اللي بنعرف بيها هيجي حاجه زيها تاني. فالنهارده انا قررت اجمع لكم افضل حلقات كونان المرعبه واقولها لكم بالارقام، بحيث ان انتوا لو بتاكلوا مثلا عندكم حاجه تشغلوا الحلقه. انا من الحاجات المفضله بالنسبه لي ان انا اكل اي حاجه اشغل كونان وانا بتفرج. فتعالوا نشوف اكتر الحلقات رعبا في كونان. الحلقه 20، جريمه قتل في المنزل المهجور. بتبدأ الحلقة بإيومي اللي بتشوف بالليل بيت مهجور وبتسمع منه أصوات عجيبة، فبتروح الصبح لكونان وفريق المتحرين اللي عموما أنا ما بطيقهمش، بس بيتفقوا إن هم يروحوا بالليل البيت ده عشان يصطادوا الأشباح. وهناك بيتعرضوا لمواقف مخيفة جدا وبتظهر أشخاص شكلها غريب جدا، لحد ما كونان طبعا بيكتشف إيه اللي حصل. وبنكتشف فعلا إن أنمي كونان هنا مش هيبقى مجرد أنمي عادي، لا، أنمي هيبقى في حتة تانية. الحلقة 34 والحلقة 35، القاتل الملثم بالضماد. بتبدأ الحلقة بسونوكو صديقة رون اللي بتعزم رون وكونان في منزل أختها وأصدقائها اللي في الجبل. ولكن في طريق رون وكونان بيشوفوا راجل مغطي وشه بالضماد شكله أمه يرعب. ولكن الموقف بيعدي وبيتعشوا كلهم سوا ولا كأن حصل حاجة. رون بتخرج تاني للغابة وبتتعرض لمحاولة قتل من نفس الراجل اللي شافوه في الغابة. طبعا كونان بينقذها وبيهرب الراجل، وبيخرجوا يدوروا عليه تاني في الغابة لحد ما تتوالى الجرايم، والراجل ده بيفضل يرعب الناس كلها. وطبعا الخط مقطوع والدنيا بتمطر ومش هيعرفوا يتصرفوا ولا يطلبوا البوليس إلا بكرة الصبح. وفي الآخر طبعا كونان بيكتشف الحقيقة. وعايزة أقول لكم دي من أكتر الحلقات اللي أنا رعبتني في حياتي، لكن أنا بحبها جدا. الرسم كان فيها حلو وكل حاجة فيها حلوة، بجد من أكتر الحلقات اللي أنا بحبها. الحلقة 43، اختطاف كونان. تبتدي الحلقة بواحدة بتروح لمكتب توجوموري وتقول إنها أم كونان، وطبعا كونان أول مرة يشوفها، وفعلا بتقدر تقنع توجوموري ورون إن كونان ابنها وبتاخده معاها في العربية. ولكن الست دي طلعت عارفة سر خطير، عارفة إن هو سينشي كودو. بتخطفه في مكان ما وبيظهر راجل مقنع غريب، وبيحاول كونان يهرب أكتر من مرة لحد ما يكتشف المعلومات الغريبة اللي هيكتشفها. برضو دي واحدة من أحلى الحلقات اللي أنا بحبها لكونان، وهتتفاجئوا جدا في الآخر. الحلقة 50، جريمة قتل في المكتبة. واحدة من الحلقات اللي أنا عمري ما هنساها، وممكن لغاية دلوقتي تكون سببت لي هبل في دماغي من كتر ما أنا خفت منها. تبتدي الحلقة بكونان وفريق المتحرين الصغار وهم رايحين المكتبة يقروا عادي زي أي أطفال، لكن كونان وهو بيدور بيكتشف كتب شكلها غريب، وفجأة بيدخل البوليس وبنكتشف إن أحد عمال المكتبة مختفي بقاله فترة. طبعا فريق المتحرين الصغار اللي بيحشروا مناخيرهم في أي حاجة طلبوا إن هم يعرفوا ليه الراجل ده اختفى، وراحوا المكتبة بالليل. دوروا في المكتبة عشان يكتشفوا الموضوع، بيكتشفوا سر خطير جدا وبيتعرضوا لمواقف مرعبة بالذات من مدير المكتبة. طبعا كونان بيعرف يتصرف وبينقذ الموقف في الآخر، لكن برضو زي ما بقولكوا الشخص اللي ظهر قدامكوا ده ما بهزرش، هو السبب ليا في ترومة خوف وانا صغيرة، لان انا كنت بتابع كونان وانا صغيرة جدا. انا لغاية دلوقتي بخاف منه. الحلقة 104 والحلقة 105، سر صانع السعادة. كالعادة توجوموري بيجيله دعوة من شخص ما ورث من جده بيت، ولكن من ساعة ما ورث البيت ده وهو فيه ظواهر غريبة وحاسس ان فيه شخص ما بيتعقبه وبيتابعه في هذا البيت. بيروح توجوموري ورون وكونان وبيكتشف ان البيت كله ساعات، لان جدهم ده كان صانع ساعات كبير جدا ومشهور. ولكن البيت بيحصل فيه احداث غريبة، زي مثلا ان الساعات كلها بترن في وقت واحد وفي ميعاد معين، اشخاص بتظهر،
ناس بتحس ان هما بيراقبوك. ولكن في الآخر طلع الموضوع غير متوقع تماما لما كونان هيجمع الخيوط مع بعض ويكتشف ايه اللي بيحصل بجد. واحدة برضو من الحلقات اللي أنا بنصح بيها جدا وغير متوقعة النتائج فيها تماما. الحلقة 136 والحلقة 137 جريمة قتل في القلعة الزرقاء. بيبتدي الحلقة بدكتور أجاسا اللي واخد الأولاد ورايحين يخيموا، ولكن للأسف بيكتشف دكتور أجاسا إنه نسي الخيمة بتاعته في البيت، فبيدوروا على مكان يباتوا فيه اليوم ده، فبيلاقوا قصر غريب وبيطلبوا إن هما القصر يستضيفوهم وفعلا بيوافقوا. بنكتشف إن القصر حصل فيه حريق شديد جدا وتوفى فيه كذا شخص، وإن صاحب القصر كمان عامل لغز كبير جدا اللي هيحله هياخد ورث كبير. طبعا كونان كالعادة بيحاول إن هو يحل اللغز، ولكن أثناء ما هو بيحل اللغز بيكتشف وبيختفي كونان. هايبرا وبقية الفريق المتحرين بيحاولوا إن هما يدوروا عليه. أحداث مرعبة وشخصيات مرعبة بتظهر أثناء ما بيبحثوا عنه، ولكن في الآخر بيحصل حاجة كويسة جدا وبنكتشف برضو بلوت تويست جامد جدا، واحدة من أهم الحلقات اللي في كونان وبجد برشحها لأي حد. الحلقة 184 سر الأقنعة الملونة. الحلقة دي فيلر بس من أفضل الحلقات اللي انت ممكن تشوفها. بتبدأ الحلقة بدعوة لتوجوموري وعيلته إن هم يروحوا مكان مؤسسة للأطفال اللي أهاليهم بيتوفوا، ولكن في الطريق توجوموري بيلاقي رسالة غامضة جدا، ولكن بيتجاهلها وبيروح القصر وبيلاقي القصر مليان حاجات غريبة وأقنعة مرعبة. نعرف بعد كده إن صاحبة القصر اشترت الأقنعة دي من مزاد، والأقنعة دي بيقولوا عليها ملعونة. والغريب إن كل المدعوين استلموا رسالة تحذيرية زي بتاعة توجوموري بالظبط، وبتحصل حاجات غريبة جدا باسم شبح الأقنعة الملونة، وبيحصل جريمة قتل، وجريمة القتل دي بتكون عليها علاقة بالأقنعة اللي الست اشترتها. الحلقة دي 45 دقيقة ومن أكتر الحلقات الممتعة واللي هتعجبكم جدا. وهفضل أقول كونان من أفضل الأنميات اللي بالنسبة لي، اللي أنا مش عارفة هعمل إيه لما تخلص، حتى لو مستويات الحلقات قلت كتير كتير عن زمان، لكن الحلقات اللي في الماضي دي يعتبر بالنسبة لنا كنز وهتفضل نتفرج عليها مرارا وتكرارا. وبكده الفيديو يكون خلص. شكرا ان انتوا استنيتوا معايا لغاية دلوقتي، اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.